فمهما بلغ الذنب فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. أبشر يا أخي، الله كريم، الله غفور. أحبابي، سؤال: لو أن الله يريد أن يؤاخذنا بكل زلة، هل تعتقدون أن على وجه الأرض أحد باقي؟ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله حليم، أنت ليه ما تحلم على عباده؟ الله يطعم الكافر. لو أن الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء. ولا تذكر لي من ذنوبك إلا خوالي شيء، اللي أنا عارفه شيء واحد، أنك لا زلت حي، وكل جريمة ارتكبتها رحمة الله أعظم منها. ومن ظن أن ذنبا لا يغفره الله فقد أساء بالله وظن بالله ظن السوء. لا تقنط. وبعضهم يقول: أعوذ بالله، سرقت، زنيت، اترك سربوت وما دريت عنك. يا مسلم، اتق الله في نفسك، فإن ذاك الذي قتل 99 نفسا، أحبابي، فيه أكبر من كبيرة هذه؟ لا، هو قتل 100. بعضنا لو يجي واحد يقول: أنا قتلت 50 بسا، قال: يا سود الله وجهك، أتقتل القطة فقد أدخل الله امرأة النار لقهرة. يا أخي، جايك بيتوب، الله يرحم والديه، جايك بيتوب، فقل له إن شفته، إن رأيته لا زال مقيم على الذنب، نعم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن تخبره أن عذاب الله أليم، لكن إذا كان مقبلا بالتوبة لا تقنط. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك، أو لأتيتها بقراب الأرض مغفرة. في الحديث الآخر الله يخبر أن عبدا يأتي ذنوبه بلغت عنان السماء فيغفرها له. وحتى تعلم سعة رحمة ربي، جميع الذنوب الصغائر إذا توضأت خرجت، إن صليت ذهبت، إن سبحت بعد الصلاة 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وختمت بالتهليل غفرت، بشرط أن تكون تائبا وأن يكون لديك نية وقصد. يا أخي، كل أعمال العبد الذي يعود إلى الله كلها كفارات، ولو تاب من ذنوب كالجبال لغفرت. إذن من دروسي: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ألا نقنط عبدا من رحمة الله ما دام العبد فيه لا زال حيا. أحبابي، لا زال حيا، فقد يقول لا إله إلا الله. حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما زار ابن اليهودي ما ركع ركعة، وما سبح تسبيحة، وما حج، وما اعتمر، وما صام، وما جاهد، بل يمكن لربما كان يؤذي أصحاب رسول الله. فلما قال على فراش موته وقال له والده: أطع رسول الله أو أطع أبا القاسم، قال الحبيب: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم سماه أخا لهم وقال: أصلحوه، أي غسلوه وكفنوه وأحضروه ليصلي عليه. الله أكبر، بلا إله إلا الله ذنوب السنين راحت. فلماذا نغلق على العصاة الذين هللوا سبحوا وصاموا معنا لكن عندهم ذنوب؟ فلماذا لا نرحمهم؟ من أعظم أنواع الرحمة رحمة العاصي. العاصي يحتاج رحمة، لأن بعضنا يقول: ولد فلان أعوذ بالله منه من حاله، ما أحسنه. يمكن هذا اللي تتعوذ منه يوم من الأيام يكون إمام مسجدك، وقد يتعلم أبناؤك تحت يده. وكم من عاص الآن لربما هو له رأي وله منزلة في العلم ويعلم الناس، ما تدري. لذلك وغالب العصاة الذين اهتدوا جميعهم يقولون: أقبلنا حبا فيه سبحانه ورجاء لعفوه، لأن الداعي الذي دعاهم أحسن في فتح القلوب عندما حببهم في الله، ثم فتح لهم أبواب المغفرة لأنه أقبل. ولذلك يقول
ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه أن هذه الآية أني أنا الغفور الرحيم قال لمن تاب، أي لمن عاد، كأن الآية التي بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن أصر ولا زال يتمسك بالذنب. مثال، أعطيك مثال، واحد قاطع الرحم، قبل أن تقول إن المقطوع أن تراك سيلعنك الله، أليس القاطع ملعون بكتاب الله؟ بلى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، بدل ما تذكر له حال الملعون، معنا لا يجوز لعن إنسان بعينه، ما تقول أنت يا قاطع الرحم يا محمد أنت ملعون عياذا بالله، لكن تقول الوصف قاطع الرحم ملعون، لكن لربما هو عنده عذر ما تعرفه. أيها أقرب، تقول الواحد قاطع الرحم تراك ملعون، ولا تقول صلة الرحم يصلك الله ويزيد في أجلك وينسأ في عمرك ويصلح ولدك ويبارك في مالك ويشافي مرضاك؟ ايش رايكم؟ إذن يا عبد الله، كما أنك يعني لو كنا فقط نذكر العقوبة ما طمع في جنة الله أحد. وفي الحديث أيضا، هذا الحديث، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عنده من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. ومن هنا حتى الكفار إذا أردت أن تدعوه ادعوه بالرحمة. أنا أشفق عليك، أنا لا أحبه على كفره، ما أقول أحبك، أشفق عليك، أرجو لك الخير، أتمنى لك النجاة، أريد لك السعادة، أريدك أن تعرف الله وأن تعرف الدين الحق وأن تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة. لماذا خلقت؟ وأين أنت بعد الموت؟ سؤال لا بد أن تسأله إياه، مما خلقت ولماذا أنت موجود؟ وبعدين وين رايح؟ أين المصير؟ بهذه النقاشات الجميلة التي يلفها الرحمة يرجو في رحمته. يقول جمع من الأئمة تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة، وذلك أن يخلو الإنسان فيتفكر في حاله، أهو مقبل إلى رحمة الله أم أنه يتقوى بمعصيته بالنعم التي عنده؟ كل واحد منا يحتاج إلى أن يجلس مع نفسه جلسة. هذا القوي العظيم الذي أمهلني وبطش بغيري، هذا القوي الذي يحبني والدليل أنه لا زال يبقيني، هذا العظيم الذي لا زال يعطيني وأنا لست كفءا لعطاياه ولا للنعم التي جملني بها.